يا مساء الفل، عاملين ايه؟ خلصنا العيد بس ما خلصناش حاجات العيد الحلوة. هنعمل مع بعض السابليه برستيج او السابليه المحشي على طريقة اخواننا الجزائريين. يلا بينا بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، ونبدأ مع بعض الفيديو. معايا هنا بالميزان 500 جرام زبدة. طبعا زبدة نيوزيلندي، او زبدة تكون بلدي يعني. عليها 750 جرام دقيق. عليها بالظبط 250 جرام سكر بودر. طبعا الدقيق والسكر لازم يكونوا منخولين. هبدأ احطهم مع بعض التلاتة كده، احطهم مع بعض. انا مش بستعمل البيض في السابليه. الاول هتديكي عجينة ناشفة كده شوية، زي عجينة العيش. هتبدأي تعجنيها تاني شوية كمان، يعني تقريبا 7 دقايق في العجينة هتديكي العجينة الطرية اللي انا وريتها لكم. هنبدأ بقى نجيب النشابة بتاعتنا ونجيب القطعات اللي عندنا على مفرش سيليكون او على كيس بلاستيك او ورق زبدة. هنبدأ نحط كده العجينة كده ونفردها كويس، يعني سمك تقريبا 1 ملي. وبعدين نبدأ نقطع بالقطعات، وناخد كده بأي سكينة رفيعة على صاج ميبقاش مدهون أي حاجة. طبعا السابليه عندنا فيه زبدة كفاية جدا، فمش هندهن الصاج أي حاجة. هنبدأ نرص بقى الأشكال اللي احنا بنقطعها بأي قطعات. بقى أي قطعات عندك ممكن تقطعي بيها الأشكال اللي انت عايزاها. الأشكال دي على فكرة بتبقى رخيصة جدا، مش غالية يعني، عند اللي هو بيبيع مستلزمات الحلويات. هنبدأ نحطهم كده. طبعا أنا كده مشغلة الفرن. أول ما بدأت العجينة أنا مشغلة الفرن على درجة حرارة 170 عشان يبدأ يبقى سخن. أما أجي أحط السابليه هحطه في الرف اللي في الوسط، وهشغل من تحت بس. لو عندك مروحة في الفرن شغليها، هتديلها لون حلو من فوق. مفيش، ممكن آخر 5 ثواني بالظبط تشغلي عليهم الشواية، هياخدوا لون حلو كده. هبدأ أقطع بقى كل التقطيعات اللي أنا عايزاها. وفي وردات كده صغننة كده أنا بعملها، بزين بيها، بستعملها في التزيين يعني. آه بس انتي طبعا متقفيش على أشكال معينة، اعملي أي أشكال عندك. ممكن تكون كمان تقطعيها بالكوبايات، فتحات الكوبايات أو الفتحات بتاعة الفناجيل، تعمليها مدورة يعني. او ممكن تشتري القطاعات بتاعه السابليه دي عادي، هتلاقيها زي ما قلت لك عند مستلزمات الحلويات. ده الشكل التقليدي او الكلاسيك من السابليه. وبيبقى كمان محشي مربى وعليه سكر بودر من فوق. بس انا بما اني ما بحبش المربى، فهحشي حاجات تانية. وده اللي هو الميني تورت. انا برضو بحط كده حته صغيره، وابدا اسكنها كده كويس. وهبدا اعمل فيها فتحات صغيره او ثقوب يعني، بأي حاجة، بشوكة، بسكينة، عشان بس ايه ما تنتفخش معايا في الفرن. بس الأشكال يعني ايه زي ما قلتلك براحتك خالص، ما تتأيديش بشكل معين. القوالب بتاعة السابليه ببدأ أحطها كده في صينية وأدخلها على طول الفرن. عندي هنا سيحت 900 جرام شوكولاتة أو كيلو شوكولاتة بيضة سيحتها. هبدأ أقسمها بقى. حبة هعملهم جناش. جناش يعني هضيف على الربع كمية الشوكولاتة لبن، وحبة هيبقوا شوكولاتة سايحة كده بس بمعلقة زيت. آه، هبدأ أقسم بقى الشوكولاتة السايحة والجناش الشوكليت، ده 2 وده 2. جزء هعمله بالبيستاشيو، وجزء هعمله بصوص الكندر. زي ما احنا شايفين كده، ده صوص الكندر بس كان في التلاجة عندي فجامد شوية. وطبعا الصوص بتاع الجناش الشوكليت او الشوكليت السايحة سخنين، فهيدوبوا بسرعة الصوص. عندي دي القوالب اللي انا استعملتها، قوالب سيليكون. وعندي برضو مستلزمات الحلويات. هبدا احط الشوكليت السايحه، مش الجناش. الجناش انا خلاص عبيته في اكياس حلواني وركنته على جنب عشان اعمل بيه الحشوه. جناش الشوكولاتة البيضة مطعم بالبيستاشيو او مطعم بصوص الكندر. لكن الشوكولاتة بقى نفسها اللي هي عبارة عن شوكولاتة سايحة وعليها معلقة زيت بس، وعليها معلقة صوص كندر او صوص بيستاشيو، هبدأ احطها كده في القوالب. هوزعها كويس جدا بأي معلقة أو أي سكينة على كل التفاصيل اللي موجودة عندي في القوالب. وده بسكوت مدور عادي جدا. هبدأ أحط شوية في الشوكولاتة اللي متطعمة بالبيستاشيو وشوية في الشوكولاتة المتطعمة بالكندر، علشان هلزق عليهم الأجزاء دي. ده بقى الشوكولاتة التانية اللي هي بالكندر. هبدأ أحطها كده برضو في القالب، علشان الشوكولاتة تمسك معاكي في القالب وما تتكسرش منك وانتي بتطلعيه. لازم تعملي الموضوع ده على مرحلتين أو طبقتين. يعني أنا كده حطيت طبقة قدامكم أهو، وبدأت أصفي عليها الشوكولاتة، دخلتها الفريزر جمدت، وخرجتها اديت لها طبقة تانية من الشوكولاتة، وسبتها لما جمدت.
هي كده جمدت معايا. هبدأ احط فيها الحشوة اللي احنا قلنا عليها. دي الشوكولاتة اللي فيها بيستاشيو، حطيت عليها الحشوة اللي فيها بيستاشيو. بس اوعى تتلخبطي ما بين الشوكليت اللي بتتحط في القوالب عشان تجمد، وما بين الجناش الشوكليت اللي بتحشي بيه القالب نفسه. هبدأ اقفل بقى من فوق كده بالشوكليت. دي الشوكليت اللي عليها البيستاشيو فوق الحشوة كده بتاعتها. وهبدأ احطهم بقى تاني في الفريزر لغاية ما يشدوا، وبعدين هبدأ اطلعهم تاني. دي حشوة الكندر حطيتها برضو، وحطيت عليها من فوق الشوكولاتة برضو اللي فيها كندر. ممكن تعمليها بقى حشوة نوتيلا بيضة، معلقة نوتيلا بيضة كبيرة كده على الشوكولات الأبيض، أو شوكولات دارك عليها معلقة نوتيلا. بصوا بيطلع بمنتهى السهولة ازاي. الحتت الزيادة بقى من الشوكولات دي هبدأ أعملها كده، أسويها بس بسكينة. بصوا بمنتهى البساطة. والشوكولات دي طبعا هنستعملها تاني، حطها تسيح هنستعملها تاني. بس انا اول ما حطيته في التلاجة جامد، وعشان انا عامله الشوكولاته على طبقتين او مرحلتين، فطلعت بصوا واخده كل التفاصيل بتاعه القالب. المولد السيليكون ده بيبقى فيه تفاصيل كتيره جدا، لازم تمشي عليها بسكينه او بمعلقه. توزعي الشوكولات بتاعتك اول طبقه او تاني طبقه في كل التفاصيل، عشان لما تيجي تطلعي الشوكولات من المولد يطلع بكل التفاصيل بتاعه المولد. ده بتاعه البيستاشيو. انا عملت قلبين بيستاشيو وقلبين كندر. الحشوات بتاعتك ممكن تحطي راسبري، توت، بري، فراولة، صوص فراولة كده، صوص مانجا، براحتك بقى خالص. انا اخترت الحشوتين دول عشان انا بحبهم. ده كده الشكل التاني من القالب بتاع البيستاشيو. انا طبعا عملت برضو البسكوت اللي هو السابليه المدور. حطيته حبة بنفس العدد اللي انا عملت بيهم القوالب دي. حطيت حبة في شوكولات ابيض بصوص كندر، وحبة في شوكولات ابيض بصوص بيستاشيو. ده كراميل، صوص كراميل بتاع المتحدة. وكنت عملته كمان هنا على القناة، لو انت حابة تعمليه في البيت مفيش مشكلة، سهل جدا. هبدأ احط بقى الجروف او النقط الصغننة دي. وممكن كمان استعمل صوص الفراولة اللي انا وريتهولكوا دلوقتي. ممكن استعمل مربى الحليب واحطها في القمع واعمل بيها اشكال، يعني براحتنا بقى. انا بديلكوا بس افكار للتزيين. ده صوص فراولة برضو كواليتي تارجت، وده الشكل التقليدي. بس كده مش هنحتاج لهم تزيين كتير، هما اوريدي تحسي ان هما متزينين لوحدهم. يعني حطيت واحدة ورد محمدي على مربى الحليب، وده كده ورق الدهب ابدا احطه على على اللي هو الشكل بتاع البيستاشيو اللي عامل زي الطاقية ده. شكله بيدي شكل حلو قوي. هبدأ احط عليه كده بس ورق دهب، هو بيلزق بمنتهى السهولة لان الشوكولاتة عندنا لسه ما جمدتش قوي، فهتلاقي اي حاجة بتمسك فيها بسهولة خالص. بس الحاجات بقى التانية دي ممكن تحطوا فيها زي ما قلت لكم صوص فراولة، صوص مانجا، صوص كراميل زي ما انا عملت، صوص شوكولات بيضة او شوكولات دارك، او شوكولاتة بحليب، او او كراميل زي ما انا عملت كده، يعني براحتكم. بس بصراحة يعني توليفة الأطعم دي مع بعض ادت طعم حلو قوي في الاخر. انا مش قادره اقول لكم المره دي زي اي فيديو ان الفيديو سهل والفيديو بسيط والموضوع سهل. هو شويه بياخد وقت. انا معاكم في تحضير الشوكليت وتحضير الحشوه وتحضير السابليه نفسه، العجينه نفسها. التلاتة مع بعض يعني بياخدوا شويه وقت، بس في الاخر النتيجه حلوه جدا، هتعجبك وهتبهر ضيوفك جدا. مش هيشكوا بصراحه ان انتي جايباه من بره. يعني هم هيقولوا ان انت جايباه من بره، مش هيقولوا ان انت عامله ابدا في البيت. ده البسكوت برضو سبته ينشف شويه، اللي حطيته في الشوكولات اللي فيها بيستاشيو وكندر. وبعدين هبدا الزق عليها يعني الشكل الشوكولاته اللي عاملاها ببيستاشيو هلزقها على بسكوت فيه بيستاشيو، وهكذا. انا لزقت هنا الماده اللي انا لزقت بيها برضو كراميل. ممكن تلزقيهم بزبده اللوتس او بزبده البيستاشيو وصوص الكندر، براحتك يعني. بس انا حبيت معاهم طعم الكراميل قوي. بس وطلع بالمنظر الحلو ده.
هو الفيديو يعني شوية متعب بس يستاهل، صدقوني بجد يستاهل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واتمنى تكون الافكار سهل عليكم، واللي عنده اي سؤال يساله لي في الكومنتس وانا هرد على طول. وان شاء الله ربنا يحسن بين ايديكم، وما تنسونيش بقى لو عجبكم الفيديو بلايك وشير. يلا اشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله. باي باي.